السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات سودانية في أمريكا، وصباح الخير وما كنتم ومساء الخير أينما كنتم. طولت عليكم لكن رجع بعد غياب مع ظروف الحياة والإجازة حقت العيال، ورجعنا وعودة المدارس والحمد لله. اليوم الفيديو بتاعي هعمل معاكم طريقة كيكة الذرة، وهي جاهزة. مكوناتها جاهزة، اشتريتها يعني الكيس بتاعها جاهز. بضيف على بعض الإضافات. هنا عندي لبن وزيت وبيض، وده في الكيس بتاع الكيك. ده شكل العبوة، بيكون فيه 4 باكيتات. كل باكيت بيعمل مقدار صينية بتاعة كيك، اللي هو مقدار كوبايتين دقيق. فيه الدقيق وفيه دقيق الذرة، سوري، دقيق الذرة، وفيه دقيق الفينو أو الدقيق العادي، وفيه الفانيليا والباكنج بودر. هي أصلا جاهزة. هنا ضفت اللبن والزيت، وهضيف عليه بيضة واحدة، وهضرب كل المكونات دي مع بعض. وانا من عندي اضفت عليه معلقة فانيليا عشان الزفارة حقة البيض، وهضربهم كلهم مع بعض بالمضرب بتاع الكهرباء او المضرب اليدوي، او لو ممكن عاوز تعملها في الخلاطة ما مشكلة. كل المكونات دي انا هضربها مع بعض. هنا بدأت اضرب مع بعض. اعذروني طولت عليكم الغياب، لكن مع ظروف الحياة والعيال والإجازة، فالواحد أخد بريك كده فترة طويلة ياخد زمن مع العيال. والحمد لله عدنا لكم عودة بعد غياب. إن شاء الله هنعمل فيديوهات جميلة، روتينات روتينات الشتاء والخريف. عندنا هنا في أمريكا بداية الخريف، الجو بيبقى بارد وعندنا المطر. خريف على الشتاء يعني، ميكس ما بين الاتنين، لأن الجو اتغير بقى عندنا بارد. هنا أضفت عليهم معلقة بتاعت الفانيليا. عندي الفانيليا سايلة عفوا، وريتكم ليها. هضيفهم واضربهم كلهم مع بعض. اضفت الكيس بتاع الدقيق، وكلهم هضربهم مع بعض. هضرب كل المكونات دي مع بعض، اخليها لحد ما تتجانس، وبعد ذاك اكبها في صينية مقاس 30، وهدخلها على درجة حرارة 180. هي بتاخد لها نص ساعة، يعني ما بتاخد زمن كتير. هنا بعد ما ضربت كل المكونات، وده القوام بتاعها، لا تقيل شديد ولا خفيف شديد. بعد داك هكبها في صينية. انا عندي صينية اصلا بتاعت جرانيت، ما بيحتاج دهن او دقيق. هكب كل المقادير دي وهدخلها على درجة حرارة 180. والله طلعت جميلة وهشة، والاولاد ذات عجبتهم حلو شديد. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. وهنا هدخلها الفرن. هنا بقت جاهزة، هدخلها الفرن. معلش طبعا انا بسجل ولدي معاي. انا صورت الفيديو من بالليل لكن منتجته الصباح. هنا ما طلعت من الفرن، اولادي ما كانوا قادرين ينتظروا، فواحد اخد حبة يدوق منها. انا جيت قطعتها، خليتها لما هدت شوية وجيت قطعتها، وهعمل لنا عليها كوباية شاي. هنشرب الشاي انا وزوجي. هنا قطعتها، القوام بتاعها حلو وهش وجميل شديد، وسكرها خفيف. هنا ممكن تضيف لها سيرم، سيرم عليه معلقة زبدة تسيح في الميكروويف، فبيكون طعمها حلو شديد. لكن انا عشان عاوز اشربها بالشاي ما حبيت اضيف عليها السيرم، خليتها على السكر بتاعها لانه سكر خفيف. هقطعها. هنا قطعتها، عاوزة اطلعها. طعمها حلو، ان شاء الله تعجبكم. وبشكر كل الناس اللي سألت مني الفترة اللي فاتت عن الغياب، شكرا لكم كثير. وبشكر كل الناس اللي انضمت لقناتي من جديد. ما تنسوا تعملوا اللايك والفولو عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. وتابعوا معي باقي الفيديوهات ان شاء الله، وحماس شديد ان شاء الله الفترة الجاية. وده القوام بتاعها. هنا كنت هتوريكم القوام بتاعها هشة وجميلة شديد ان شاء الله، حلوة يعني. هذا اجيب لي، هاخد صحن عفوا، هاخدها في صحن واوريكم ليها. جميلة شديد وهشة وطرية في نفس الوقت.
إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها، وإن شاء الله لما تجربوها اكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم كيف. هعمل لي هنا كوباية بتاعت شاي، هاخد اللبن وهضيف عليه قرفة وهكب عليه الشاي. عملت شاي لبن لأن الوقت ده عندنا كان بعد المغرب. كبيت هنا القرفة، دي القرفة اللي أنا قاعدة استخدمها، قرفة مسحونة. وهحط عليه باكج بتاع 2 تي باك بتاعت شاي، وهخليهم يغلوا مع بعض. هنا اللبن بدأ يغلى أو بدأ يفور، وأضفت عليهم معلقة ونص سكر، بس نسيت ما صورتها. وهنا اللبن فار وكده جاهز. هجيب الصينية وهحط الكبابي واخد من الكيكة بتاعت الذرة وكوب الشاي. يعني ده كان بالنسبة لنا عشاء يعني. وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوني من الشير واللايك والفولو عشان يوصلكم كل جديد مني إن شاء الله. وما تنسوا تكتبوا لي في الكومنتات ودعوة حلوة من قلوبكم إن شاء الله يا رب العالمين. وما تنسونا من دعواتكم لأهلنا في السودان، ربنا يصلح الحال، وربنا يصلح الحال في كل البلدان العربية إن شاء الله يا رب العالمين، ويوقف الحروبات ويعود السلام في كل أنحاء البلاد العربية. ربنا يصلح حال السودان إن شاء الله يا رب العالمين، ونرجع له إن شاء الله يكون في أحسن حال من أول إن شاء الله يا رب العالمين. وربنا يرحم شهدائنا ويوفقنا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا إن شاء الله يا رب العالمين. وما تنسوني من الشير واللايك والفولو، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وما تنسوني إن شاء الله، أترككم إن شاء الله في أمان الله.